حكم وضع الزرع فوق القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الزرع فوق القبر، وإنما مر على قبرين صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه أنهما يعذبان، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فأخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذين القبرين يعذب من فيهما، فأمر بجريدة رطبة، الجريدة اللي يسعفه سعف النخل، فأخذ الجريدة الرطبة يعني فيها حياة فشقها نصفين، ثم وضع نصفا على هذا القبر ونصفا على هذا القبر، وقال إنهما لا يعذبان، أي صاحبي القبرين، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهي ليست قضية زراعة تزرع زرعا فوقه ثم العروق تنزل تحت إلى الميت، باطل هذا. وإن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لهما أن يخفف عنهما العذاب هذه الفترة هذه ما لم ييبسا فقط. فلا يشرع وضع الزرع على القبر، وإن وضع يعني لا نقول بدعة، ولكن نقول لا ينتفع الميت بهذا أبدا.